الهواء في الشوط الأول. كرة في الجانب الأيمن، محاولة خطيرة عرضية في أقصى اليسار وهدف أول. جول عن طريق حسن جمعة. حسن جمعة يتقدم لفريق الجونة من خلال هدف مفاجئ داخل شباك الحارس محمد فتحي، ومن خلال متابعة جاءت من أقصى اليسار. كان وحيدا بدون رقابة كما نتابع في الإعادة التي سوف تأتي إلينا سريعا. ولكن هنا فرحة كبيرة، فرحة لدى أنصار وعشاق فريق الجونة بهدف تقدم لفريق الجونة يأتي عن طريق القدم اليسرى لدى اللاعب حسن جمعة من خلال عرضية أحمد عثمان بليا، مرت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من فوق كل الرؤوس تأتي إلى الأقدام. وهنا قدم اليسرى لدى اللاعب حسن جمعة، لاعب الجناح الأيسر يسدد بقوة داخل الشباك وبكل مؤونة. وهنا محاولة داخل حدود منطقة الجزاء عن طريق اللاعب عرف السيد، تمريرة في الجانب الأيمن عند اللاعب أحمد عادل، كرة عرضية خطيرة ويأتي الخطير، يأتي النيجيري بوبا. إنه بوبا، ويا مبوبة يا ما كانت هناك حكايات مع الفاتنة المحبوبة جاءت بأقدام ورأسيات بوبا، وبوبا يسجل هدف ثاني لفريق الجونة. نعم، وحقا إنها حكاية مجنونة، سيناريو وحوار رائع مع اللحظات الأخيرة للشوط الثاني. مش ممكن. من يصدق أن الإسماعيلي كان هو له الأفضلية وله السيطرة الميدانية. كرة جاءت من الجانب الأيمن، والجانب الأيمن تأتي من خلال الخطورة أحمد عادل ورأسية بوبا على يمين الحارس محمد فتحي، لا تصد ولا ترد، ينجح في الهروب من الرقابة اللصيقة الدفاعية لدى اللاعب أحمد عادل. ورقصات إفريقية في الكولور شعبي نيجيري هنا في أرض الصعيد. حسني عبد رب هو المتخصص في مواجهة أمام اللاعب محمد عبد المنصف. خبرة محمد عبد المنصف صاحب 34 عام في مواجهة أمام اللاعب حسني عبد رب صاحب 27 عام. حسني ويسجل حسني داخل الشباك. هدف أول يأتي لفريق الإسماعيلي عن طريق القيصر، عن طريق الكابيتانو حسني عبد رب، يتقدم لفريق الإسماعيلي بهدف، وبالتالي تصبح النتيجة هدفين لفريق الجونة في المقابل هدف وحيد لفريق الإسماعيلي من ركلة الجزاء. كما نتابع في الإعادة تقدم حسني بكل جراءة مع الدقائق الأولى من أحداث الشوط الثاني. هدف عكسي، هدف ذاتي يأتي داخل شباك الإسماعيلي. كما نتابع نعم المعتصم سالم متخصص في ضربات الرأس، وهو يمتاز بضربات الرأس، ولكن في شباك الفرق عثمان بليا اللي كان منطلق، وبالتالي عبد الله الشحات يحصل على انذار اصفر. محاولة عند فريق الجونة، انطلاقة، هدف رابع قد يأتي، هدف رابع ضائع، رابع لم يكن ضائع بل هو هدف رابع رائع من خلال هجمة رائعة منظمة جاءت لفريق الجونة. نعم وحقا إنها مجنون الساحرة المستديرة. وكذلك يتواجد بوبا لديه حكايات وحوارات وحواديت مع الأميرة المحبوبة اللاعب بوبا. كما نتابع هنا يحرز الهدف الثاني له والرابع له مع فريق الجونة في بطولة الدوري، لتصبح النتيجة ثقيلة 10 القدم. كما نتابع تمريرة في مكان هو الأنسب، مكان جميل، يا سلام، أحمد عادل الخطورة تأتي من هذا الجانب. أحمد عادل الذي شن يعني